ركزي بقى معايا عشان النهارده العزومة بتاعتنا مختلفة تماما. النهارده هنعمل كذا صنف مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وكمان منجزة جدا في الوقت. يلا بقى كده، اعملي متابعة للصفحة لو انتي مش عاملة، وحطي اللايك بتاعك وقولي لي بتتفرجي عليا منين. سفرة اول يوم رمضان باقل الامكانيات وكمان بفرخة واحدة بس، وكمان مفيش ابسط من كده. يلا بينا نبدأ على طول ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حضرت معايا بصل، بطاطس، كمان فلفل رومي، ولو حبة حراق مفيش مشاكل. قشرت الكلام ده كله وغسلته كويس جدا. جبت حباية البصل الأولانية وضربتها كويس جدا، وضربت معاها الطماطم والفلفل. طبعا عايزاهم ناعم جدا علشان خاطر هنتبل بيهم الفراخ. الفراخ النهاردة مش هنسلقها، هنعملها بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. قطعت البصل والبطاطس وبدأت اللي انا اتبلهم. تبلت البصل والبطاطس بملح وفلفل. اما التتبيله اللي احنا ضربناها في الكبه تبلتها بملح وفلفل وسبع بهارات، اللي هي بهارات الفراخ وبابريكا ورشه صغيره من جوز الطيب وفصين من الحبهان ووحدتين من ورق اللورا. قلبت التوابل اللي انا عملتها مع بعضيها بالشكل دوت كده، والتتبيله كلها مع بعضيها، وكمان تبلت بيها الفرخه من جوه ومن بره، وطبعا تحت الجلد، ووصلت كل التتبيله بكل الاماكن اللي موجوده في الفرخه. جبت البصل والبطاطس وحطيت عليهم الملح والفلفل وقلبتهم كويس جدا مع بعض، وحطيتهم في صينيه بتدخل الفرن. حطيت عليهم الفرخه وجبت معلقه من صلصه الطماطم المعلبه، وحطيت عليها حوالي 3 معالق من الزيت ورشه ملح ورشه فلفل، ودهنت الفرخة كويس جدا. حضرت معايا ورق من الزبدة وكمان ورق من الفويل. كمان كنت مسخنة كده حوالي كوباية من المية، حطيت كوباية المية المغلية على الخضار اللي انا حطيته، وهسيبه بقى يستوي مع بعضه كده في الفرن. دهنت ورق الزبدة بنقطتين من الزيت عشان ما يلزقش في الفراخ، ودخلت الفرخة الفرن. حضرت معايا هنا التسبيكة بتاعت المحشي اللي كنا مفرزينها مع بعض في الفريزر، وحطيت عليها ملح وفلفل وسبع بهارات وشوية نعناع. ولو عندك بهارات محشي او عايزة تضيفي اي حاجة تانية مفيش مشاكل. طبعا التسبيكة لما بتسبكيها وتشيليها في الفريزر بتسهلي على نفسك كتير جدا. غسلت الرز وحطيته على الصلصة، وكنت محضرة معايا الخضرة عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس، وقلبت كله مع بعض وحشيت المحشي بالشكل ده. تعالي نعمل مع بعض عصير صوبيا سهل وسريع وطعمه حلو جدا من غير سكر خالص، لان هو عليه سكر. حطيت لتر من اللبن وحطيت عليه 4 معالق من الصوبيا هرمية، وكده العصير بقى معانا جاهز. يلا بينا نعمل الحلو ونشوف هنعمل ايه. الحلو بتاعنا النهارده كنافه بالمكسرات. كنت جايبه الكنافه قبليها بيوم وشايلاها في الفريزر، طلعتها ضربتها في الكبه وبقت معايا بالشكل ده. حطيت عليها معلقتين من السكر البودر وقلبتهم مع بعض كويس جدا. بعد كده حضرت معايا الصينيه ونزلت بنص كميه الكنافه في صينيه مدهونه زبده او سمنه، وضغطت عليها كويس جدا عشان تديني الشكل النهائي. بعد كده حضرت معايا المكسرات، وتقدري تختاري الحشوه اللي انت تفضليها. انا هنا حطيت شوية مكسرات على جوز الهند، كمان على زبيب ومعلقة عسل من عسل الشربات اللي كنا قبل كده مجهزينه مع بعض. وليه حطيت عسل؟ علشان خاطر يتماسك كده كله مع بعضه وما يفكش ويخرج من قلب الصينية. نزلت بالطبقة التانية، وبعد كده حطيت حوالي نص كوباية من السمنة ودخلتها الفرن. هنا كنت سقيت المحشي بالشوربة، والشوربة بضيف معاها معلقة من الصلصة عشان تحمر كده الموضوع. وطبعا الكوسة عاملاها في صينية عشان هتاخد غلوة على النار وهدخلها الفرن. الفراخ كانت استوت معايا، خرجتها دهنت وشها ببقية الخليط اللي كنا عاملينه ودخلتها تحت الشواية. وده كده كان الأكل، حاجة كده تستاهل بقك، سهل وسريع وطعمه حلو. جربي الفراخ بالطريقة ديت. جربي تعملي تسبيكة المحشي وتشيليها في الفريزر. اعملي الصوبيا من غير سكر هتطلع جميلة. جربي تعملي الكنافة من غير ما تقلبيها بالسمنة.